يا اهلا يا اهلا، النهارده هنعمل كده وصفه سريعه. كنت محتاره، كان عندي بس نص كيلو من البانيه، وكنت عايزه اعمل وصفه غدا كده متكامله مع رز ابيض. ما لقيتش احسن ولا اطعم ولا اسهل من الوصفه دي. شويه كده من البانيه مع المشروم، بجد رهيبه. انا اسمي رنا، واعملي لايك وسيف للفيديو واشتركي في القناه. يلا بينا هنحضرها سوا. هنا جبت ووك على نار عاليه، نزلت فيها بمكعب من الزبده وشويه من الزيت. بعدين هنزل شويه بشويه كده بصدور البانيه بتاعتي، اشوحهم كويس واخليهم ياخدوا كده درجه لون ذهبي كده من جميع الاتجاهات، مع رشه بسيطه كده من جميع الاتجاهات بالملح والفلفل. اهم حاجه ان احنا نشوح الفراخ بتاعتي عشان يبقى طعمها لذيذ معايا كده. بعد ما خلصت كل الصدور بالشكل ده مع تتبيله الملح والفلفل، برفعها من على النار، وفي نفس الوقت برجع انزل تاني بمكعب من الزبده. هنزل فيها ببصلايه كبيره مفرومه ناعم مع فصين من الثوم المفرومين. تمام، نقلب كويس جدا لغايه ما يدوني اللون الذهبي. بعدين هنزل بمعلقه كبيره من الدقيق، برضو تقليبه كويسه لغايه ما الدقيق يختفي خالص. هنا بقى المشروم جبته غسلته كويس وقطعته بالشكل ده، كله هيتشوح مع بعضه. ظبطي بقى هنا الملح والفلفل بتاعك. هنزلي عليهم بقى بكوبايه من اللبن وكوبايه من كريمه الطهي. هنقلب كويس لغايه ما يديني غلوه كده والقوام يبتدي يتقل معايا. بعدين هرجع تاني انزله على الفراخ بتاعتي، واختياري كان عندي شويه من الجبن رشتها على الوش كده، وهندخله الفرن ياخد لون ذهبي من فوق بعد ما اخدت غلوه كده في الفرن والفراخ ريحتها طلعت. وطبعا ظبطنا الملح والفلفل. الوصفه بتاعت النهارده سهله جدا وسريعه، وقدمتها جنب رز ابيض. بالهنا والشفا مقدمه. باي باي.